ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قصتنا عن اول زيارة للطبيب. استيقظت اليوم وأنا أشعر شعورا غريبا. قالت أمي إني عندي حرارة. اتصل أبي وأخذ موعدا من الطبيبة. كان لساني خشنا وكان حلقي ساخنا كأنه يشتعل. وكانت أذني تؤلمني وشعرت كأنه طبل يدق في رأسي. هل سيمتلئ وجهي ببقع حمراء؟ هل ستشكني الطبيبة بإبرة أو ستعطيني حبوبا كبيرة أو دواء كريها؟ قالت أختي هدى لا تخف، الطبيبة ستشفيك بإذن الله. أخذتني أمي إلى عيادة الطبيبة. أعطت اسمي إلى السيدة شادية عاملة الاستقبال. قالت السيدة شادية اجلس، الطبيبة ستراك بعد قليل. كانت غرفة الانتظار مملوءة بالمرضى. جلست إلى جانب شخص لا يتوقف عن العطاس. بعد وقت قصير نادتني السيدة شادية. جاء دوري لرؤية الطبيبة. قالت الطبيبة سارة مرحبا يا سامر، كيف حالك؟ قلت حلقي يؤلمني وكذلك أذناي. قالت تعال كي نرى. دغدغتني. استمعت إلى صدري بالسماعة. السماعة كانت باردة جدا. قالت الطبيبة سارة الأمر بسيط، قليل من الدواء ويشفي حلقك. كتبت وصف الدواء في الروشتة وأعطتها لأمي. وجدنا أبي وهدى خارج العيادة. كانت هدى تعرج. قالت هدى وقعت في المدرسة، قدمي منتفخة كالبالون. عدنا كلنا إلى الطبيبة سارة. قالت الطبيبة ماذا حدث يا هدى؟ قالت الدكتورة سارة هل تستطيعين تحريك أصابع قدميك؟ حاولي الوقوف عليها. قالت الطبيبة سارة إن قدميك لم تنكسر، الممرضة ستلفها لك برباط كبير. ثم أعطت كل واحد منا لاصقة الشجاعة. في طريقنا إلى البيت توقفنا عند الصيدلية. أعطيت الصيدلي الروشتة فأعطاني الدواء. في البيت أعطتني أمي الدواء وكان في طعم الكاكاو. بدأت فعلا أتحسن. وأمي دعت لربنا إن ربنا يشفيك يا سامر. وكده خلصت قصتنا النهاردة. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. ومع ألف سلامة يا أصدقائي.